انا اذا احكي لك اصدمك. انا بصراحه ما ادهن. انا والدتي متوفي من وانا صغير، ووالدي متزوج وعايش وحده، فتربينا احنا بالشارع. احنا ربينا نفسنا انا واخوتي، يعني احنا ربينا نفسنا بنفسنا. حتى الجيران اصلا مرات يحزنونا يقولون شلون بدون اب وبدون ام وهيك ربيتوا نفسكم. يعني احنا نشوف اللي بدون اب وبدون ام هسه مثل ما ذكرتي انه يطلع من الطريق، يتجي يسلك غير طريق، بس الحمد لله والشكر يعني لا مشينا بغير طريق مو زين. شلون وصلت لهاي المرحلة؟ والله جد حسن، يعني أتمنى اليوم أغلب الشباب اللي عندهم آباء وأمهات واللي عندهم أهل يصرفون عليهم ويتعبون عليهم ويوصلوهم لمراحل متقدمة بالدراسة، وبالأخير يطلع إنسان عفوا من هذه الكلمة فاشل. أنت اليوم شلون وصلت لهذه المرحلة من النضج والتفكير بدون يأس؟ مو هي اليوم الشهادة ما تحكم وما تميز شخصية الإنسان ولا تحكم عليه. هسه أنت أبسط شيء تلقين إنسان عنده شهادات بكالوريوس ودكتوراه وعلم وغيره وعلم نفس، لكن هو إنسان سطحي، ما تلقين عنده لا نضج لا عقل يفهم الإنسان، يحكي بتصرفات غير أخلاقية. فهي مرات قلت لك يعني البيئة تحكم ومرات البيئة اللي تغير. فاليوم أنا إذا كانت بيئتي أكو مثال يقول عنده أن شنو تزرع تحصد، مو؟ فاحتمال يعني أبوي كان زارع خير، احتمال والدتي كانت زارع خير، الله يرحمه ويرحم أمواتكم. أنت والدتك ووالدك اثنينهم متوفين؟ والدي موجود الحمد لله والشكر عايش، بس متزوج وعازل وحيد يعني.